السلام عليكم. نظرية جرائية عالية. اكشلي في ملحوظة عايزة اقولها قبل نظرية جرائية عالية، وهي ملهاش اي علاقة بالموضوع. انا دلوقتي رابطة دماغي بالظبط زي رابطة نبيل الحلفاوي في مسلسل زيزينيا. انا مش عارفة دي ايه علاقتها بالنظرية او ايه علاقتها بيكوا في المطلق، بس انا كنت حابة ان اقولها علشان تتخيلوا معايا البني ادم اللي بيكلمكوا بيقول الكلام ده شكله ايه. يلا ما علينا. نظريه جرائيه عاليه، طبعا النظريه دي ممكن تفتكروا انها ملهاش علاقه بيكم وانها اي كلام. طبعا في الحته دي ما اقدرش اناقشكم بس خلوني اوضح لكم وجهه نظري. نظريه جرائيه عاليه او في لغه اخرى الموديل وكليب، حاجه كده عامله زي اللص والكلاب. دلوقتي زي ما هو واضح كل الكليبات بتاعت المطربين المصريين، خلينا نحدد، بيبقوا مستعينين بموديلز اجانب، يا اما بقى امريكان يا اما من المكسيك، هوبا. او مؤخرا ابننا محمد حماقي مستعين بممثله تركيه احب ابعت لها سلامي الحار من مصر واقول لها رائع التاتو. ده خلاني اسال سؤال انا الصراحه شايفاه منطقي. طب حضرتك بالنسبه للمصريه وضعها ايه في قاموسك؟ ايه مصريه بنت بلدك؟ طيب مالها يعني يا باشمهندس؟ ناقصه ايد ولا رجل ولا ايه؟ سكت كده الصراحه مع نفسي وتوصلت لبعض الحاجات اللي ممكن تكون اسباب بتدفعهم للاستعانه باي ست غير المصريه، ودي بعض النماذج على سبيل السرد وليس الحصر اطلاقا. واحد، طبعا احنا سيبنا المؤثرات الصوتيه اللي ورايا دي يا جماعه كلاكسات وحاجات، خلينا مع بعض. واحد، الموديل الاجنبيه ضربه تاتو النمر اللي على ظهرها اصلي وبتساعد المخرج يعمل كلوزات عشان السسبنس في المشهد، اما المصريه هتلاقيها بتقول للمخرج لا حضرتك التاتو حرام، انا ممكن اعمل لك حنه عادي. طبعا لا تعليق. اتنين، الموديل الأجنبية عادي تلبس فستان قصير يتطاير وكده، أما يشغلوا المروحة عشان يعملوا الإفكت إنه جاي يخدها وحركة خلي بالك. أما المصرية هتلاقيها بتقول للمخرج معلش يا أستاذ ممكن نطول يجيبونا شوية عشان بس أنا وأنا قاعدة وكده مش حلو مش ظريف. طبعا لا تعليق للمرة التانية. تلاتة، الموديل الأجنبية أول ما بتشوف العربية الفينتج أخلي بالك اللي راكبها المطرب في الأغنية هتنبهر انطلاقا من إنها فينتج وهي عارفة. المصرية أول ما هتشوفها هتقوله إيه ده؟ عربية خردة؟ مفيش بي إم ولا أودي؟ طيب طبعا لا تعليق. أربعة، الموديل الأجنبية عادي جدا على فكرة ممكن تاخد كلوز لوشها، هتحسي كده بدفء الشمس، نقاء كلوركس، بياض نسلة، أي كلام. المصرية أول حاجة أول ما بتوصل بتقول للمخرج إيه؟ والنبي بلاش كلوزات النهاردة يا أستاذ لحسن عندي عارف كده تحت عيني الهالات السوداء مبهدلاني مش نايمة من الأوردرات 3 أيام ورا بعض والله. لا تعليق. خمسة، الموديل الأجنبية ممكن تصور في البحر عادي، مايوهات كاشات ولعت وانطلاقة في الكليب. ده ما تفهمش بقى ده كليب ده ولا انقلاب ما تعرفش. أما المصرية تلاقيها بتقول للمخرج ممكن ألبس تنكيني طيب؟ ستة، الموديل الأجنبية وضمن سياق القصة المكتوبة عادي إن المطرب ياخدها مثلا معرض صور تبقى مبهورة باللوحات السريالية اللي على الحيطة. المصرية مش محتاجة أكمل طبعا، حتى لو حاولت تفيكت مش هتقدر، اللي هو شوية شوية تقول له إيه يا أخويا ده كنا رحنا الزمالك ولا حتى سيتي ستارز. سبعة، الموديل الأجنبية وهي بتسبل تحس إن الموضوع طبيعي، عارف حاجة كده زي الرضاعة ناتشورال. أما المصرية تلاقيها بصاله اللي هو هي يا هتاكله يا هتقتله، وفي الحالتين الجو ده مش لذيذ ولا يتناسب مع الكليب خالص. 8، الموديل الأجنبية أما بيجيب عيال ضمن القصة برضو بتاعت الكليب بغض النظر عن شكل المطرب سيبك منه دلوقتي، لازم العيال يطلعوا حلوين، أصله طبيعي أنت عارف الأم بتكرف جامد على العيل، فبنجيب عيلين صفر أو خضر حاجة تشرح القلب. أما المصرية أنا لو أحكي عليه طب ده أنا أوصف إيه وده كل ما فيه ولا في الأحلام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، العيل هيبقى صاروخ. اللي هو تبقى عايز تقول لها في الاخر جرائيه عاليه جرائيه هيلب مي هيلب يو، عايزين نقب على وش الدنيا ونطلع في كليب حماقي الجديد بدل ما الدنيا هايصه ولايصه كده.